مبروك، بقيت مليونير. مستني ايه؟ كمل الخطوات اللي جاية واستلم فلوسك حالا. كام مرة سمعت جملة أو رسالة زي دي تجيلك عن طريق حد قريب أو حد تعرفه، أو أكيد طبعا اتقابلت مع الجملة دي أو الإعلان مشابه لده وأنت على السوشيال ميديا، وبيكون مفاد الحديث إنك هتبقى مليونير وإن أنت المليون قريب منك ولكن بخطوات بسيطة وهتقدر تحقق أرباح ضخمة بسهولة وبسرعة. دي نفس الجمل اللي بتستخدمها الشركات اللي زي دي علشان تصطاد ضحاياها. شركات النصب الإلكتروني بتلعب على طموح الناس وأملهم وبتوهمهم بمكسب سهل وسريع، فهتلاقي الحوار اللي بيدور بينك وبين الشخص أو الجهة دي في إن أنت هتكون مليونير في خلال وقت سريع جدا وبخطوات بسيطة جدا وهتكسب مكاسب ضخمة وملهاش نهاية. لا، والأخطر من كده إن في برامج إلكترونية بتوعدك بفلوس سلف، وكل اللي أنت بتعمله إنك هتدخل بياناتك وهتدفع بس رسوم بسيطة علشان تقدر تشترك ويتسجل اسمك في التطبيق. بمجرد ما بتدفع الرسوم بتلاقي التطبيق اختفى وراحت فلوسك. طبعا في البداية لازم برضو يكسبك شوية، مفيش مانع، وده بس علشان يبني عندك مصداقية وعلشان يجعلك دعاية ليه وإن أنت تجيب له ناس تانية وضحايا تانية، ولكن ثق تماما إنه عاجلا أم آجلا هياخد منك الفلوس وهيختفي. وده ما يمنعش إن في شركات تداول، ولكن شركات حقيقية بورق وتراخيص وناس متخصصين في ده، وما بتكونش ليها علاقة بالمكاسب السريعة اللي بتقدمها الشركات بتاعة النصب. ولكن حتى لو انت قررت انك تتعامل مع شركة من شركات التداول فانت لازم تشوف الشروط اللي انت تقدر انك انت تشترك بيها كويس جدا، لان بيكون في فوائد وبيكون في بنود مش في صالحك، فلازم تركز كويس حتى لو قررت انك تشتغل معاه. هنا طبعا لازم نذكر برامج المراهنات، وده لان في مفهوم خاطئ عند ناس كتير اللي مفكره البرامج دي بريئه واللي بيكون ليها اسلوب تقريبا شبه موحد، ولكن باختلاف الدرجات. كل الموضوع انك هتشترك في البدايه وهتكسب مره واتنين، وده علشان يطمعك مش عشان اي حاجه تانية. بعد كده انت هتروح تتصرف وتبيع الارض وتبيع البيت وتروح تستلف علشان تضاعف المكسب بعد لما وقعت الضحية، وبعد كده هياخد منك الفلوس وتخسر كل حاجة. وما تنساش هي أصلا حرام. دي كلها معظم صور أشكال شركات النصب واللي بتوهمك بإنك بقيت غني وإنت في الأصل ضحية. وتعالى أقول لك إزاي بيتم النصب عليك. أول حاجة طبعا هيستغلوا حاجتك المادية وإنك أنت عايز تحقق الثراء السريع في أسرع وقت، فهيبتدي إن هو يتواصل معاك عن طريق إن هو يبعت لك رسائل مغرية. من خلال الرسائل دي هيحاول إن هو يقنعك بإنك بقيت مليونير في خلال خطوات بسيطة وفي خلال وقت صغير، وإنك أنت معاهم هتحقق اللي أنت عايزه وكل حاجة هتبقى تمام. ويبتدي إن هو يعمل لك عملية من الإقناع بإن هو يجيب لك مثل حي من جنبك أو من حواليك ويوريك قد إيه الشخص ده كان بيعاني، ولكن بعد الانضمام للجهة دي أصبح لا يعاني من أي شيء مادي، وموضوع المادي معاه ما بقاش فيه مشكلة. وطبعا لما حضرتك هتشوف حاجة زي كده هتبتدي تصدق وتبتدي تحلم وتبني أحلامك على الكلام ده وتقول ما في ناس بتوصل أهي. بعد كده تبدأ معاك عملية الاستدراك، لأن هنا بيكون الشركة دي أو الجهة دي عارفين كويس إنك مقتنع ولكن لسه مش مآمن، فيبتدي في البداية إن هو يكسبك على قد ما يقدر مبالغ بسيطة علشان تطمن، وفي نفس الوقت لما تكسب تجيب له ناس تانية وضحايا تانية. ومجرد ما يحط ايده على اكبر قدر من المال بيبتدي هنا يظهر الوجه الحقيقي، وتبتدي هنا انت منتظر ارباحك الخيالية، ولكن هتتفاجئ بانك انت تم النصب عليك. طب والقانون فين من كل ده؟ عايز اقول لك ان القانون واقف ضد كل عمليات النصب الالكتروني بكل قوة وحزم، ودي جزء من بعض النصوص القانونية اللي بتعاقب على النصب الإلكتروني. المادة 336 من قانون العقوبات المصري اللي بتعاقب كل من يستولي على مال مملوك للغير عن طريق طرق احتيالية، وبتوصل هنا العقوبة لحد الحبس لمدة سنتين، ده غير الغرامة طبعا. وكمان المادة 21 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 الصادر سنة 2018،
واللي بتعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 2 سنين، ده غير الغرامة اللي بتصل ل100,000 جنيه ولا تتجاوز 300,000 جنيه لكل من يستولى على مال مملوك للغير بطرق احتيالية ويستخدم في ده شبكات الإنترنت. طيب وهنحمي نفسنا إزاي؟ أول حاجة، مش كل حاجة بنشوفها نصدقها، وغالبا عروض الربح السريع بتكون وهمية. تاني حاجة، ما تدفعش أي فلوس مقدم لأي شركة أو جهة إلكترونية غير لما تشوف عمل حقيقي على أرض الواقع. تالت حاجة، استخدم وسائل الدفع الموثوقة واللي بتضمن لك إن أنت ترجع فلوسك لو تم النصب عليك. ونصيحتي الأهم ليكوا هي إنك تخليك حذر وتخلي بالك من العروض الوهمية، ولازم نكون فاهمين كلنا إن مفيش أي ربح سريع من شغل بسيط، وإن مفيش مكسب حقيقي من غير شغل وصبر وتعب. فخلي بالكم وما تخلوش حد يضحك عليكم. وفي انتظار كل تعليقاتكم وأسئلتكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة ما تنسوش المشاركة علشان يستفيد أكبر عدد من الناس. ولحد ما أشوفكم في فيديوهات قادمة، أشوفكم على خير.